هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعي الكرام متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 25 من نوفمبر. كما عودناكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم نقدم لكم عبر الزميل أحمد شريف حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات. وفي متابعتنا لتطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي وتأثيراتها على إريتريا، نلتقي اليوم ضمن برنامج متابعات مع الدكتور يوسف برهانو رئيس جبهة الإنقاذ الوطني. قبل ذلك مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. وزارة الإعلام الإريترية تمنع موظفيها من تناول الأوضاع في إثيوبيا. قلق ومخاوف أممية حول أوضاع اللاجئين الإريتريين في إقليم تيغراي. أخيرا، دبرتسين والدمكيل يقلل من أهمية المهلة الزمنية لرئيس الوزراء أبي أحمد. كانت مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أصدرت وزارة الإعلام في أسمرة تعليمات صارمة لموظفي وزارة الإعلام، خاصة موظفي وكالة الأنباء الإريترية، بعدم نشر أي أخبار أو برامج حول إثيوبيا إلا التي تصل إلى الوزارة من الجهات العليا. وفي ظل انعدام الأخبار حول الأوضاع في إثيوبيا، يعتمد المواطنين على وسائل الإعلام الدولية للتعرف على ما يجري هناك. الجدير بالذكر بأن تدخل الدولة في العمل الإعلامي وتحديد بث الأخبار والبرامج من عدمه من السياسات المألوفة للحكومة الإريترية خلال 30 عاما الماضية. ويشكل ضعف خدمة الإنترنت أيضا واحدا من عدم حصول المواطنين على آخر الأخبار الدولية. وتعكس هذه القرارات طبيعة وضع حرية الصحافة والإعلام في البلاد، حيث تمنع الصحافة الخاصة ويمنع كذلك إصدار تصريح العمل الصحفي لمراسلي الوكالات والإذاعات الدولية. عربت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في إثيوبيا السيدة آن أنكونتر عن قلقها البالغ حول أوضاع 100,000 لاجئ إريتري موزعين على 4 معسكرات في إقليم تيغراي، والذي يشهد مواجهات دامية منذ مطلع الشهر الجاري. وقالت المسؤولة بأن سلامة هؤلاء اللاجئين في خطر بالغ مع تزايد الاشتباكات واعتماد اللاجئين الكلي على المساعدات الإنسانية التي قطعت بسبب الحرب. وطالبت الممثلة المجتمع الدولي بالالتفات إلى أوضاع هؤلاء اللاجئين وضمان سلامتهم في ظل الوضع الإنساني الصعب في الإقليم. في بث متلفز لتلفزيون تيغراي، قلل دبرتسين والدمكيل حاكم الإقليم من المهلة الزمنية التي منحها رئيس الوزراء أبي أحمد لقادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، والتي تنتهي اليوم، وتهديده بدخول العاصمة مقلة على ظهور الدبابات. وقال دبرتسين في حديثه الذي نقلت جزء منه وكالة الأنباء الفرنسية بأن أبي أحمد لا يعرف من نكون، فنحن أصحاب مبادئ ومستعدون للدفاع عن بلادنا ضد العدوان. وقال بأن المهلة التي حددها رئيس الوزراء لا تعني شيئا لغادة وشعب تيغراي، لأنها فترة يريد بها رئيس الوزراء لملمة جيشه الذي تعرض لضربات قاسية في الأيام الماضية على حد قوله. على صعيد آخر، حذر مراقبون دوليون بأن الوضع في تيغراي لن ينتهي باستيلاء القوات الحكومية على عاصمة الإقليم، لأن ذلك قد يؤدي إلى تغيير استراتيجية المواجهة، حيث قد تلجأ الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إلى حرب العصابات طويلة المدى. وقال الخبراء بأن هذه الحرب قد تمتد لسنوات طويلة قادمة. ونشر أحد المقالات التي تحتوي على هذه الفرضية في مجلة فورين بوليسي الأمريكية المرموقة والمتخصصة في الشؤون الدولية. بهذا الخبر مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرنا. وزارة الإعلام الإريترية تمنع موظفيها من تناول الأوضاع في إثيوبيا.
قلق ومخاوف أممية حول أوضاع اللاجئين الإريتريين في إقليم تيغراي. وأخيرا دبرسين والد ميكائيل يقلل من أهمية المهلة الزمنية لرئيس الوزراء أبي أحمد. استمعتم فيما مضى مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعة إرينا الدولية من باريس، ومتابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. هذه إذاعة إرينا. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في إذاعة إرينا الدولية من باريس، وفي حلقة من برنامج متابعات. يسرني أن ألتقي بالدكتور المناضل يوسف برهانو، رئيس جبهة الإنقاذ الوطني الإريتري. مرحبا بك دكتور دكتور يوسف برهانو، نلتقي بك لأول مرة في إذاعة إرينا الدولية من باريس، إذاعتك. مرحبا بك مرة ثانية. هذه إذاعة إرينا. بارك الله فيك، شكرا جزيلا يا أستاذ شريف، وأنا يسرني أن ألتقي بكم، وشكرا. الله يخليك، ونحن نسعد بهذا اللقاء. دكتور يوسف، بوصفك مناضل وبرضو يعني متابع لما يجري في البلاد. دكتور يوسف، كده ادينا لمحة كده عن آخر مرة يعني كنت في البلد 200 دكتور، وفي نفس الوقت كانت وين، وحتى أنت رجل معروف طبعا، لكن برضو حدث المستمع الكريم يعني آخر مشهد وآخر ليلة وآخر لحظة، على الرغم أنت عايش في إريتريا وإريتريا عايشة معاك، لكن آخر ليلة كانت 200 في إريتريا. هل يعني تقصد من يعني أول مرة، آخر مرة كنت في إريتريا طبعا في أسمرة مع أسرتي، كانت في 67. هذه كانت آخر مرة أنا زرت أهلي في أسمرة 67. وفيما بعد طبعا بعد التحاقي بجبهة التحرير إريتريا واندمامي للنضال الوطني في عام 1971 دخلت الأراضي المحررة، وكنت وعملت في الأراضي المحررة اللي كانت تحت سيطرة جبهة التحرير إريتريا لحد 1981. ده باختصار. كطبيب مش كده دكتور؟ نعم أنا طبعا عملت كطبيب، كنت في دبرسالة مع بقية الزملاء اللي كانوا معنا، وأسست مع بعض الرفاق الجمعية الإنسانية الهلال والصليب الأحمر الإريتري في عام 1975. وبكل تأكيد هذا طبعا كانت فرصة، على أساس أنه أنا كنت يعني ألف في البلدان العربية والبلدان الأوروبية وبعد البلدان إفريقيا على الحصول للمساعدات الإنسانية لإسعاف شعبنا الإريتري، سواء كان في مناطق اللاجئين أو سواء كان للنازحين من المدن الكبيرة أيام الكفاح المسلح إلى الأراضي المحررة. وخلاف ذلك أيضا يعني كنا مهتمين بقضية التعليم والمدارس والمستشفيات وإلى آخره. هذا كان جملة جميل دكتور. والله نحن هذه الجمعية الإنسانية للهلال والصليب الأحمر الإريتري، لعلها كانت الجمعية الأولى في الميدان، مش كده دكتور؟ هذه الجمعية كانت الجمعية الأولى. حتى لو جينا من ناحية التاريخ ممكن نستطيع أن نقول أنه كانت يعني في تاريخ إريتريا هي الجمعية الأولى. جميل. ونحن إن شاء الله حنفرد لها مساحة من النقاش بإذن الله، لأنه هذه التجربة يعني حتى في المسمى ذاته يعني، ودي كانت رؤية متقدمة جدا يعني، الهلال والصليب الأحمر الإريتري. هذه المعادلة اللي لعبوا فيها كل المستعمرين بما فيه المستعمر الموجود هذا، يعني نحن حنفرد لها مساحة إن شاء الله. دكتور، من تذكر من
من زملائك من الأطباء لما كنت في دبرسالة مثلا في العيادة بتاعت نعم. بالله اذكر لنا كده للتاريخ مجموعة من رفقاء الدرب يعني. أوكي. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. طبعا أول ما يعني أحب أتذكر وأترحم على روح الشهيد دكتور يحيى جابر. طبعا دكتور يحيى كان سبقني في الفترة الدراسية في إيطاليا وتعرفت به، وكان عنده أكيد يعني تأثير كبير على شخصيتي لانضمامي ودفاعي إلى الثورة وإلى النضال. هو طبعا في عام 69 دخل الميدان واستشهد في الميدان. وطبعا أنا بعد تقريبا في 64 لما احنا كنا في دبرسالة، طبعا في إخوة مناضلين شرفاء ناضلوا في هذا الجهاز الصحي من أيام 61. ممكن نذكر فيهم يعني قافلة كبيرة، حتى المناضل الشهيد عبد القادر رمضان كان أيضا يعمل في هذا المجال، وأدم قصير عمنا رحمة الله عليه. وبعدين طبعا الفترة اللي جيت فيها أنا يمكن اللي كنت لصيق بهم واشتغلنا مع بعض وكنا نعمل مع بعض الأخ صالح قلبوب، هو موجود حاليا الله يطول في عمره، موجود متواجد في السويد، الأخ حسنيت، ويعني كتار جدا. اسم الله كان نعم دكتور محمد عثمان اسم الله. بعدين في 75 75 التحق بالجبهة الدكتور محمد عثمان قسم الله، وقبله كمان الدكتور سراج اتخرج من بغداد، وهم يعني دخلوا الميدان وساهموا مساهمة كبيرة جدا في تطوير الجهاز الطبي في الجناح العسكري، لأنه كان عندنا جناحين، كان في جناح عسكري وجناح مدني. أنا كنت لصيق أكثر بحكم أنه كنت أرأس الهلال والصليب الأحمر الإريتري للجانب الخدمات الصحية الشعبية، والطرف الثاني نحن فصلنا حتى إداريا على أساس أنه الجهاز الطبي العسكري هو كان مباشرة تحت إشراف المكتب العسكري. أيوة صح. طيب دكتور، نعم. بعد 67 ما شفت الأهل؟ لا، ما شفت الأهل بعد 67. طيب. آخر مرة كانت 67. أيوة. بعد 91 شنو اللي ما خلاك ترجع دكتور؟ والله طبعا هذا سؤال وجيه، سؤال مفخخ طبعا. ايوه. شوف، نحن طبعا زي ما تحدثت معك في سابقا، نعم. طبعا نحن كتنظيم جبهة تحرير إريتريا المجلس الثوري، واللي كان يرأسه المناضل الشهيد أحمد محمد ناصر في تلك الفترة، بعد إعلان استقلال إريتريا، طبعا التنظيم القيادة اجتمعت وقررنا على أساس أنه يعني نساهم بقدر الإمكان. قلنا خلاص يعني هي مرحلة تحرير انتهت، هسه حتبدأ مرحلة جديدة. طيب نتكيف مع المرحلة الجديدة بما أنه نحن يعني ممكن بإمكاننا نساهم في بناء الدولة الإريترية. وعشان كده يعني التنظيم أبدأ استعداده، ورئيس التنظيم كتب رسالة إلى الأخ إساياس، وأبدأ استعداده على أساس أنه نحن مستعدين. الخلاف أتى وين؟ هو إساياس عايزنا نحن ندخل إلى إريتريا كأفراد وليس كتنظيم، وإحنا رفضنا، قلنا نحن ممكن ندخل كتنظيم،
والمطلوب كمان قلنا أنه كل الأطراف الإريترية اللي ناضلت وساهمت في تحرير إريتريا في الكفاح الأيام في فترة الكفاح المسلح يكون عندها الحقية على أساس أنه هي يعني تعود إلى الوطن وتشارك. يعني قضية السلطة نحن ما وضعناها، يعني نحن ما طلبنا أنه نحن نشارك في السلطة فيه، ولكن بحكم أنه يتم اللقاء وأنه كل الأطراف دي تشارك فيها، يعني دي قاعدة أساسية على أساس أنه في البلد يعني يكون في تفاهمات ويكون في وئام ويكون في التراضي بعدين البعد حتى نستطيع أن نشارك ونساهم في بناء الدولة الإريترية الحديثة. وقضية السلطة هي قضية في يد الشعب، يعني إذا حيكون في إقامة أحزاب سياسية ويكون في منافسات سياسية ويكون في انتخابات وغيره، وزي ما يقولوا إخواننا السودانيين بعدها الحشاش يملى شبكته، يعني واللي عنده برامج واللي عنده سند جماهيري ممكن ينتخب ويجي يشارك في السلطة. هذا كان فهمنا. وللأسف الشديد يعني النظام في إريتريا يعني من تلك الفترة كان متشنج، وأنه زي ما إساياس في أول خطاب أعلنه في يوم إعلان الاستقلال، أنه قال بعد كده ما في تنظيمات، ما في شيء، وغير الجبهة الشعبية ما في شيء، والجبهة الشعبية اللي جابت وإلى آخره. وهي فعلا الخط المتشنج ده هو اللي شايفينه وتطوراته اليوم. الشعب اللي قاعد يدفع في الثمن الغالي فيها. نعم دكتور، أنا أترحم في صلب كلامك. ذكرت القائد رئيس جبهة التحرير الإريتري الأسبق المناضل الأستاذ أحمد محمد ناصر، نترحم عليه ونترحم على كل الشهداء. دكتور، حنخش في ما تعيشه إريتريا، لكن على ذكر المناضل أحمد ناصر، والله أنا أتمنى تقول شهادة للتاريخ بحق هذا الرجل المناضل المظلوم. أنا أعتقد في تقديري حتى من الكتاب والمؤرخين وهم يتناولوا التاريخ الإريتري. فبتقول شنو عن رفيقك وقائدنا جميعا وقائدك أحمد ناصر؟ والله طبعا مهما أحاول يعني أنصف هذا الرجل المناضل الشهيد أحمد ناصر، أنا أعتقد ما حألقى الكلمات الكافية حتى أكافئه بما يستحق. وأحمد الله يرحمه كان رجل وطني من الطراز الأول، بمعنى أنه كان يشوف إريتريا مش بعين واحد، يشوف إريتريا بعينين وبقلبه وبعقله. وهذه هي شهادة. وهذا الرجل يعني ما فقدته أسرته ولا فقدناه إحنا زملائه، لكن أنا أجزم أنه إريتريا فقدت واحد من أعظم الرجال، أعظم أبنائها بكل تأكيد. يعني زي ما تقول يعني القادة اللي عندهم المواصفات بتاع الأخ أحمد هم اللي ممكن كان بإمكانهم يلعبوا الدور في توحيد سواء كان الساحة الإريترية أو توحيد حتى الشعب الإريتري، ووهب حياته وكرس حياته لشعبه ولوطنه. وبالتالي هذا الرجل يعني يستحق أنه الناس تبحث عن إنجازاته
وأكيد كمان عنده إخفاقات. يعني الإنسان شيء بديهي لما يكون في موقع بتاع سلطة عنده إيجابيات وعنده سلبيات، لكن في مجمل الأحيان أنا بقول أنه هذا الرجل كان رجل نزيه ويتعامل مع الواقع ومع الناس بأخلاق عالية جدا، ورجل متواضع. وأنا أعتقد كان شخصية يعني زي ما يقولوا كاريزماتيك فيجر. نعم، بكل تأكيد. رحمة الله عليه وعلى جميع الشهداء. آمين. وإن شاء الله في يوم من الأيام نحن نتمنى أنه نوثق عنه بشكل أعمق بإذن الله. هذه إذاعة إرنا. لا زلتم مستمعين الأعزاء مع إذاعة إرنا الدولية، والمتحدث إليكم هو الأستاذ المناضل الدكتور يوسف برهانو، رئيس جبهة الإنقاذ الوطني الإريتري. نلتقيه في برنامج متابعات لنتابع ما تشهده البلاد. دكتور، الدكتاتورية رأس المجموعة الحاكمة في أسمرة لم تكن جديدة حتى في إعلان الاستقلال، وخطابه يعني خطاب غير وطني، أقل ما يمكن أن يوصف خطاب غير وطني، وقفل كله ودخل البلاد منذ ذلك العهد وقبله إلى هذا النفق المظلم. دكتور، هل كانت في يوم من الأيام يعني ينتابك إحساس أنه مع كل التخبطات اللي كانت موجودة والدفع والتردي في مسيرة الثورة الإريترية، كان يتبادر إلى ذهنك أو تتخيل أنه إريتريا تصل إلى هذا النفق وهذا المنعطف السياسي الخطير اللي بتعيشه هذه الأيام؟ طبعا أنا أشكرك، لأنه هذا بالحقيقة هو يعني سؤال مهم جدا، وهذا السؤال أنا في تقديري هو نابع من الواقع المرير اللي نحن عايشينه بكل تأكيد. ومجرد ما الإنسان يعني يصطدم بواقع معين، واقع مرير، يجب أن يعود يبحث إلى جذور هذه المسألة. وبالتالي أنا أشكرك أنه هذا سؤال فعلا، وهذا يوري أنه أنت يعني صحفي محترف يعني، ولك الشكر. بكل تأكيد يعني أنا كإنسان مناضل أستطيع أن أقول لك أنه يعني لن أتصور يوم من الأيام أنه الأمور حتتطور إلى هذه الخطورة على الإطلاق. صحيح كان عندنا صورة واضحة أنه سلوك إيساياس وزملائه في الساحة الإريترية طبعا، وهذا متعلق أيضا أو مرتبط مع جذور هذا الشخص، طريقة التحاقه وأهدافه وانحناء العمانان وإلى آخره وإلى آخره، مرورا بالحرب الأهلية. لماذا يعني حصل الحرب الأهلية؟ ممكن الناس كانت تتفاداها بكل سهولة، ولكن كان في أهداف خبيثة. وهذه الأهداف أنا لما أشوف الموضوع ما جرى وما كان يجري في تلك الفترة في الساحة الإريترية، وإدارة الجبهة الشعبية أو تحديدا إدارة إيساياس للمواضيع في الساحة الإريترية، وربطها بالتطورات الحالية اليوم، تتضح لي كثير من الأمور. وبالتالي أنا بقول أنه طبعا نحن كنا ننادل، وحتى لما جبهة الشعبية في نحن في عام 81 لما طلعنا من الساحة الإريترية عسكريا، والجبهة الشعبية فرضت نفسها في الساحة الإريترية، ومن 81 إلى 91 اتضحت الأمور بالنسبة لنا كقيادات في المجلس الثوري في الجبهة، سلوكيات هذا الرجل واتجاهه وفهمه وخطورته أيضا. ونحن كنا ننبه بهذه المسألة مرارا وتكرارا، لكن للأسف الشديد يعني لا سامع لمن ينادي. يعني الناس كانت منقسمة منجرفة
وعايشة وكانت تعيش في فترة بتاع نزاعات، حتى التنظيمات الإريترية كانت تتناحر بعضها البعض. كنا في أجواء، وفي ظل هذه الأجواء هذا الرجل عمق واتقوى وتقوقع في مشروعه، زي ما تقول المشروع الغير وطني. للأسف الشديد أنا أقول هذه الكلمة، لأنه اليوم لما نشوف أنه ما يجري في الساحة الإريترية، احنا امبارح بشهداء أرواح شهداء إريتريا حررنا الأراضي الإريترية، واليوم لما تشوف أنه يعني الساحة الإريترية أصبحت يعني زي ما بتقول يعني متاحة للتحرك العسكري من جديد في الأراضي الإريترية. يعني هذه مهزلة، هي مهزلة حقيقة، مهزلة كبيرة جدا. عشان كده يعني خلاصة الكلام أنا بقول أنه يعني الواحد ما كان يتوقع. نحن كنا نفهم أنه العطش بتاع السلطة كان واضح، لكن أنا شخصيا ما كنت أتوقع أنه هذا العطش حيوصلنا إلى الدرجة اللي نحن وصلنا إليه في الوقت الحاضر للأسف الشديد. طيب دكتور يوسف برهانو، برأيك يعني أخطر عملية أقدم عليها هذا الفرعون الدكتاتوري الحاكم في أسمرة، وهي اللي خلته يستمر في استنزاف مقدرات الشعب، تقدر تقول شنو دكتور؟ يعني أخطر، يعني ضرب في الصميم، يعني ضرب في المشروع الوطني، أصابه في مقتل يعني، وإيش الحاجات اللي ساعدته عشان ما ينجز مشروعه؟ طبعا هذا السؤال هو يعني سؤال مركب وسؤال معقد بكل تأكيد. لكن لما أشوف أنه الرئيس إيساياس يمشي إلى إثيوبيا ويطلب ويدي للدكتور أبي ويقول له السخامة رحينا مرحنا، وواحد اثنين كمان يقول والله بعد كده إذا في أي حد يفكر أنه شعب إريتريا وشعب إثيوبيا شعبين، يعني هذا نحن شعب واحد. دي كلها دلائل أكيدة يعني. عشان كده أنا بقول أنه يعني هذا الرجل، ووفق كمان المؤرخين والمعلومات اللي ظهرت في السنوات الأخيرة، التحاقه بالثورة الإريترية، إيش كان الهدف؟ الهدف كان لفرتكة الجبهة، وأنه الهدف كان أنه يعني إزاحة جبهة التحرير الإريترية من الساحة الإريترية، وإبقاء إريتريا جزء لا يتجزأ من إثيوبيا. هذا الكلام مش مني أنا الكلام هذا، لكن هذا أنت كرجل إعلامي وصحفي بتشوف أنه الكثير من المسؤولين اللي كانوا في تلك الفترة في أيام هايلي سلاسي ويعني قاعدين ينطقوا ويقولوا أن هم دربوا إيساياس، أن هم رسلوه وإلى آخره. يعني هذا هو. عشان كده ده من ناحية. من الناحية الثانية يعني نظام إيساياس مجرد ما خط رجله في إريتريا يعني دخل في مشروع فرتكة المجتمع الإريتري. أول بطريقة خفية غير مرئية، التناحر بين مسلمين ومسيحيين. وفي النقطة دي طبعا تتذكر يعني في الفترة أنه النظام في أسمرة بدأ يتحد أنه الجهاد في
في إريتريا وبدأ حملات وإلى آخره. أنا بقول لك أنه المسلمين في إريتريا عمرهم ما حرقوا كنيسة. المسلمين في إريتريا عمرهم ما سلوا سيفهم ضد المسيحيين، بل بالعكس التاريخ يعني يثبت أنه يعني من ثبت إريتريا كانوا هم المسلمين في الخط الأول في الأربعينيات، لما كان في أطراف تنادي بالوحدة مع إثيوبيا، وكان في أطراف ثانية تنادي أيضا الالتحاق بإريتريا للسودان. أبوهاتنا هم اللي وقفوا قالوا لا ده ولا ده، إريتريا مستقلة ويجب أن تستمر كهي مستقلة. أنا أعتقد هذا واحد. اثنين، اللعبة بتاع القبائل فارتكت المجتمع الإريتري بقبيلة. مجرد ما بعد استقلال إريتريا احنا شفنا النعرة القبلية دي يعني وصلت إلى حدها الأقصى، يعني قبيلة فلان ضد قبيلة فلان. يعني فناحية تانية المسألة بتاع الإقليم سرايا الكولوجوزاي وحماسين، وضيف على ذلك يعني يا أستاذ شريف أنت تفهم أنه المجتمع يتكون أساسا في الأساس، يعني أساس المجتمع هي الأسرة. نعم. فارتكت الأسرة، يعني الراجل ضد المرأة ضد الراجل، والأبناء ضد الأب والأم. دي أخطر حاجة، هذه أخطر حاجة. يعني معناها أنت تضرب القيم، وخاصة نحن نعرف أنه الشعب الإريتري شعب متدين، سواء كان المسيحيين متدينين، المسلمين متدينين، وكانوا عايشين باحترام. حتى الفترة بتاع الأربعينيات أو الفدرالية، هو دائما المصايب كانت تجينا من إثيوبيا، التدخل الإثيوبي على لتفريق الشعب الإريتري. لكن هذا الشعب يعني فضل صامد دائما، وحتى في أوقات التناحر كان دائما يفكر للمستقبل، وكان دائما يتعفف من اتخاذ أي إجراءات تؤدي المجتمع الإريتري إلى كارثة أبدا. لكن هذه السلطة وصلت في أسمرة، وإساياس وزمرته هم اللي خلقوا ويعني عملوا في إريتريا، وفرتكوا المجتمع الإريتري، حاولوا يفرتكوا المجتمع الإريتري من حيث أنه يعني الناس ما توصل، ما يكون في تفاهم. وهذه هي جزئية أساسية، أساس أنه النظام يقدر يطيل عمره في السلطة، وهو ده اللي حصل يعني للأسف الشديد. وبالتالي اليوم نحن مطالبين، ممكن فيما بعد نتكلم في هذه المسألة، إن شاء الله نحن إعادة النظر لكله. أيوة في الموضوع إن شاء الله حنتكلم عن المهددات الحقيقية اللي بتهدد السيادة الإريترية، وكيفية معالجة هذه المسألة وتعجيل كل ما من شأنه إزالة هذا الطاغية والنظام الدكتاتوري من خلال كما تراه أنت كمناضل ومتابع للشأن الإريتري. أنا استسمحك أن نتوقف لأنه زمن الحلقة انتهى. دكتور يوسف برهانو رئيس جبهة الإنقاذ الوطني الإريتري، وحديثك لبرنامج متابعات لإذاعة إرينا الدولية من باريس. سنلتقيك إن شاء الله في الحلقة القادمة للحديث عن الوضع السياسي والوطني الراهن ورؤيتك له وكيفية الخروج من هذا المأزق السياسي الخطير. أشكرك باسم كل المستمعين دكتور يوسف برهانو، وإن شاء الله نلتقي بك في الحلقة القادمة. كنت معكم سيداتي سادتي محدثكم أحمد شريف من إرينا الدولية، مع تحايا زملائي فتحي عثمان وبنيام سيمون في الإشراف والإخراج والهندسة الإذاعية. السلام عليكم ورحمة الله شكرا.
وبركاته. شكرا لك دكتور. شكرا جزيلا. الله شكرا. لا شكرا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا. قبل ختام فقرات برنامجنا لهذا اليوم أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية. وزارة الإعلام الإريترية تمنع موظفيها من تناول الأوضاع في إثيوبيا. أصدرت وزارة الإعلام في أسمرة تعليمات صارمة لموظفي وزارة الإعلام، خاصة موظفي وكالة الأنباء الإريترية، بعدم نشر أي أخبار أو برامج حول إثيوبيا إلا التي تصل إلى الوزارة من الجهات العليا. وفي ظل انعدام الأخبار حول الأوضاع في إثيوبيا، يعتمد المواطنين على وسائل الإعلام الدولية للتعرف على ما يجري هناك. قلق ومخاوف أممية حول أوضاع اللاجئين الإريتريين في إقليم تيغراي. أعربت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في إثيوبيا آن أنكونتر عن قلقها البالغ حول أوضاع 100,000 لاجئ إريتري موزعين على 4 معسكرات في إقليم تيغراي، والذي يشهد مواجهات دامية منذ مطلع الشهر الجاري. وقالت المسؤولة بأن سلامة هؤلاء اللاجئين في خطر بالغ مع تزايد الاشتباكات واعتماد اللاجئين الكلي على المساعدات الإنسانية التي قطعت بسبب الحرب. وطالبت الممثلة المجتمع الدولي بالالتفات إلى أوضاع اللاجئين وضمان سلامتهم في ظل الوضع الإنساني الصعب في الإقليم. دبرتسين والدميكيل يقلل من أهمية المهلة الزمنية لرئيس الوزراء أبي أحمد. في بث متلفز لتلفزيون تيغراي، قلل دبرتسين والدميكيل من المهلة الزمنية التي منحها رئيس الوزراء أبي أحمد لقادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، والتي تنتهي اليوم، وتهديده بدخول العاصمة مقالية على ظهور الدبابات. وقال دبرتسين في حديثه الذي نقلت مقاطع منه وكالة الأنباء الفرنسية بأن أبي أحمد لا يعرف من نكون، فنحن أصحاب مبادئ ومستعدون للدفاع عن بلادنا ضد العدوان. وقال بأن المهلة التي حددها رئيس الوزراء لا تعني شيئا لقادة وشعب تيغراي، لأنها فترة يريد بها رئيس الوزراء لملمة جيشه الذي تعرض لضربات قاسية في الأيام القليلة الماضية على حد قوله. استمعتم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام إلى موجز لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. وقبل الختام أذكركم كالعادة بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم مجددا مستمعات الكريمات مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج متابعتي والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. لكم تحياتي زميلي أحمد شريف، وتقبلوا تحيات محدثكم فتحي عثمان، وتحيات زملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس. ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.